لي بأول اتصال معنا الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بداية برحب بالمهندس وسام وهنيه بالعام الهجري الجديد ومرور عام على بث قناة الحكمة الفضائية، قناة الإسلام المصفى والدفاع عن السنة النبوية الشريفة. وبرحب بالصحابي الجليل أبو بكر الصديق الشيخ محمد حسان الذي طالما نظرنا إليه أحسسنا بسماحة الإسلام وعز المسلمين أدامه الله لنا وللإسلام جميعا. جزاكم الله خير. تفضل. أتمنى أن يلتقي الصحابي الجليل أبو بكر الصديق بسماحته مع الصحابي عثمان بن عفان الأستاذ وسام في حيائه الذي تستحي منه الملائكة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. تفضلي حضرتك. أستاذ وسام. أستاذ محمد، أن أعقب على اتصال أختنا الفاضلة جزاها الله خيرا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياها الصدق. فأود أن أقول لأختنا الفاضلة أنا شخصيا وكذلك أخي وسام لا نساوي حبة رمل وطئتها نعل أبي بكر ونعل عثمان بالضبط رضي الله عنهما. فمن نحن؟ من أنا؟ ومن أنا؟ يعني أشبه بصديق الأمة الأكبر رضي الله عنه. ربنا يحفظك شيخ. يعني أرجو من إخواننا وأخواتنا يعني ألا يزيدوا في المبالغة. نعم يا إخواننا، هؤلاء أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل الأنبياء. والله كاد قلبي أن يقفز، والله يعني لا يوجد في الأمة كلها على وجه الأرض من أقصاها إلى أقصاها من ينبغي أن يذكر اسمه إلى جوار اسم صديق الأمة الأكبر. هذا الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإن لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله عز وجل. فأنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يعرفوا للصحابة قدرهم. ولا يوجد على وجه الأرض الآن، على وجه الأرض كلها بعد الصحابة من هو كأبي بكر أو من هو كعمر أو من هو كعثمان أو من هو كعلي رضي الله عنهم. والذي زكى هؤلاء هو ربنا، والذي عدلهم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي شهد لهم بالمكانة والصدق بل والجنة هو ربنا تبارك وتعالى. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن أردت ألا يشبه أحد أبدا من إخواني وأخواتي أي عالم من علماء الأمة في هذا العصر وفي أي عصر بصديق الأمة الأكبر أو بفاروق الأمة أو بحيي هذه الأمة أو بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا يجوز أبدا لمسلم ولا لأخ ولا لأخت أن يشبه عالما بواحد من هؤلاء الأفاضل المشهود لهم بالجنة الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله. وما أجمل أن أقول ما قاله ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ونسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلمه أختنا الفاضلة الكريمة، وأن يجعلنا جميعا أحسن مما يظنون، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا أو ظهورنا أسأل الله لا يجعل حظنا من ديننا قولنا أو ظهورنا على الشاشات والفضائيات، فهي ورب الكعبة فتنة، ولو لم يسلمنا الله عز وجل من الفتن لهلكنا. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير يا شيخنا، وزادك الله رفعة وتواضعا.